الطفل اللي ما بيكبرش. كان في قرية بعيدة عن الناس، معزولة عن العالم. كل الناس فيها كانوا عايشين زي بعض، هاديين ومفيش حاجة تغير حياتهم. في القرية دي كان في طفل اسمه أمين. كان معروف بين أهل القرية إنه طفل غريب، حتى شكله كان غريب. عيونه كانت دايما بتلمع كأنها مليانة سر، وصوته كان كأنه مش من عالمنا. مفيش حد يعرف هو جاي منين، لكن كان دايما موجود. مع إنه كان عمره 10 سنين، لكن الناس كانوا بيشوفوه دايما بنفس الحجم. يعني مهما عدت السنين كان دايما بنفس الشكل، نفس الطول، نفس الوزن. وده كان شيء مريب. الناس بدأت تتساءل، ولما كان يجي حد يسأله عن سنه كان يقول: أنا زي ما أنا، مش هكبر أبدا. وفي يوم من الأيام اتجمع بعض من كبار القرية واتكلموا عن الموضوع ده. كانوا خايفين وما كانوا عارفين يتصرفوا معاها ازاي، لأن كل ما يمر وقت كان بيزيد عندهم الإحساس إن في حاجة مش مظبوطة. قرروا يتقابلوا معاه علشان يشوفوا لو فيهم طريقة يخلوه يكبر زي باقي الأطفال. لكن أمين كعادته كان مبتسم بشكل غريب وقال لهم: انتوا عاوزيني أكبر؟ ده مش في إيدي، أنا مش هكبر لأنني أنا مش زيكم. اللي حصل بعد كده كان أكثر رعبا. في يوم من الأيام اختفى أمين، مش لاقينه في البيت ولا في الشوارع، مش قادرين يلاقوا له أي أثر. وعينيه اللي كانت لمعاه زي النجوم بقت تختفي من فوق وجوه الناس اللي كانوا بيشوفوه. ومرت أيام، وبعدها بدأ أهل القرية يحسوا بشيء غريب في الجو. كانوا بيشوفوا أشباح ضبابية حوالين المكان، وكانوا يسمعوا أصوات همسات في الرياح، وكأن في حد بيقول لهم: أنا مش هكبر، وأنا هفضل معاكم إلى الأبد. بعد فترة طويلة لقوا إنه في كل مرة طفل بيتولد في القرية مش بيعمر كتير، وكلهم كانوا نفسهم في الشكل اللي شافوه في أمين، طفل صغير ما بيكبرش. وتدريجيا بدأوا الناس يكتشفوا الحقيقة المرة: أمين كان مش إنسان عادي، كان شيطان، أو ربما كان روح شريرة محبوسة في جسد طفل صغير. وكل ما مر وقت كان يجي طفل جديد مكانه، نفس الشكل، نفس الصوت، نفس العينين اللمعان. ولحد النهاردة لو رحت القرية دي هتسمع من الناس عن أمين. بيقولوا إن في مكان بعيد في الجبال لسه في طفل صغير ما بيكبرش، مستني اليوم اللي يرجع فيه تاني للقرية لحد ما يبقى كلهم زيه.